أهلا ومرحبا بكم مع نشرة أخبار كلية التربية الرياضية للبنين بالإسكندرية مع حصاد أسبوع من التميز في رحاب صرح أكاديمي يجمع بين الريادة العلمية والتفوق الرياضي. ونستهل نشرتنا لهذا الأسبوع بهذا الخبر والذي يضع الكلية وطلابها وأبطالها محط أنظار العالم. أسطورة المصارعة بطل الكلية محمد عادل يتألق عالميا في مشهد يجسد الفخر الوطني ويكرس قيمة الإنجاز. كرم الأستاذ الدكتور أسعد كيكي عميد الكلية الطالب محمد عادل عبد الستار المقيد بالمستوى الأول بعد أن سطر اسمه بأحرف من نور في سماء البطولات الدولية ورفع راية مصر عالية خفاقة في ميادين المصارعة العالمية. هذا وقد حقق البطل إنجازات عديدة، منها المركز الرابع في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية في عام 2024، المركز الثاني في بطولة إفريقيا للمصارعة الرومانية تحت 20 سنة في عام 2025، المركز الثاني في بطولة إفريقيا للمصارعة الحرة تحت 20 سنة عام 2025، المركز الثالث في بطولة إفريقيا للمصارعة الحرة فئة الكبار في عام 2025. من جانبه أعرب الأستاذ الدكتور أسعد كيكي عن بالغ اعتزازه بما حققه الطالب محمد عادل، مشيرا إلى أن الكلية لا تكتفي بتخريج كفاءات بل تصنع الرجال والأبطال. السيد علي بطل العالم في رفع الأثقال يكرم في مصنع الرجال تقديرا لإنجازاته التاريخية. في مشهد يليق بصناع التاريخ شهدت كلية التربية الرياضية للبنين تكريما استثنائيا لأحد أبنائها الأبطال الطالب السيد علي السيد عطية بطل رفع الأثقال العالمي والذي حفر اسمه بأحرف من ذهب في سجلات الرياضة المصرية والدولية. قام الأستاذ الدكتور أسعد كيكي عميد الكلية بتكريم الطالب تقديرا لسلسلة إنجازاته المشرفة والتي جاءت كالتالي: المركز الأول عالميا لفئة الناشئين تحت 20 سنة، المركزان الثاني والثالث عالميا لنفس الفئة، المركز الأول في دورة الألعاب الإفريقية عام 2024، المركز الأول على مستوى إفريقيا للأندية والدول عام 2023، تكريم رئاسي من فخامة السيد رئيس الجمهورية عام 2024 تتويجا لعطائه الوطني. وفي كلمته أكد الأستاذ الدكتور أسعد كيكي عميد الكلية أن السيد علي ليس مجرد بطل متوج بل هو شاهد حي على أن كلية التربية الرياضية للبنين هي منجم للذهب البشري ومصنع للقوة والفكر والانتماء. كما أكد سيادته أننا نحتفي اليوم برمز من رموز الإرادة المصرية وندعو أبناءنا للسير على خطاه، فهنا تصنع القمم ومن هنا ينطلق الأبطال نحو العالم. كورال الكلية يتوج بعرش الفن في جامعة الإسكندرية وعميد الكلية يثمن الإنجاز ويحتفي بالأبطال. في مشهد احتفالي يليق بالتميز استقبل الأستاذ الدكتور أسعد كيكي عميد الكلية فريق كورال الكلية بقيادة المايسترو حسني معاون عقب فوزهم الساحق بالمركز الأول في مهرجان كورال كليات جامعة الإسكندرية، والذي أقيم تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة ونظمته إدارة النشاط الثقافي والفني بالجامعة. وقد خطف الفريق الأضواء بحصوله على جائزة أفضل أغنية تراثية أداها الطالب يحيى فرج، إضافة إلى جائزة أفضل دويتو غنائي قدمه الطالب يوسف محمد والطالبة ميار محمد ممثلين عن الكلية ببراعة وإبداع. وأعرب السيد العميد عن بالغ فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الرفيع، مؤكدا أن الكلية ستظل حاضنة للمواهب وداعمة لكل نشاط طلابي يعبر عن طاقات الشباب وإبداعاتهم في مختلف المجالات، ومشيدا بالروح الفنية الراقية التي ظهر بها الفريق والتي تعكس المستوى المتميز لطلاب الكلية على الصعيدين الفني والثقافي. رياضة الإسكندرية تحتفي بصناع العطاء الإداري، وعميد الكلية يثمن جهود المكرمين ويؤكد أن الإخلاص في العمل هو سر نجاح. في مشهد يليق بالوفاء والتقدير استقبل الأستاذ الدكتور أسعد كيكي عميد الكلية والأستاذ الدكتور إسلام أمين زكي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب
وفدا من اللجنة النقابية بالجامعة في زيارة رسمية لتكريم عدد من الكفاءات الإدارية المميزة بالكلية، وذلك في إطار مبادرة النقابة لتسليط الضوء على النماذج المشرفة من العاملين في الجهاز الإداري بكليات الجامعة. ثمن عميد الكلية المبادرة الراقية معبرا عن فخره بها، ومؤكدا أن العاملين بالجهاز الإداري هم ضمير الكلية وروحها التنظيمية، وأن التكريم رسالة تعبر عن نهج القيادة في التقدير، وبداية لثقافة مؤسسية تزرع الانتماء وتثمر نجاحا متجددا. وفي لفتة كريمة تحمل معاني الوفاء والامتنان، قام وفد اللجنة النقابية بتكريم الأستاذ الدكتور أسعد فيكي عميد الكلية تقديرا لدوره القيادي وجهوده المستمرة في دعم بيئة العمل وتعزيز مسار التميز داخل الكلية. متابعينا الكرام، كان هذا موجزا لأهم أنشطة وإنجازات كلية التربية الرياضية للبني بالإسكندرية لهذا الأسبوع. شكرا لكم على طيب المتابعة.